عمرنا شكينا فيه. مم. دي كان ملاك عايش في وسطنا وقسما بالله مم. عمرنا ما شكينا فيه. حق طالب الرحمة الإلهية. حق يرجع له، حقه ياخده عشان هو ما يستاهلش الموت اللي هو ماتها دي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، ربنا يجيب لنا حقنا. مين اللي تقدر تنهي علاقة من أكبر العلاقات المقدسة في الأرض بالقتل؟ مين اللي تقدر تنهي حياة زوجها وأبو أولادها؟ إلا لو واحدة مفيش في قلبها ذرة رحمة ولا إيمان بالله، وعبارة عن شيطانة من شياطين الإنس. قصتنا النهاردة بتتكلم عن واحد اسمه مرزوق. الشرطة خرجته من قبره بعد 43 يوم علشان يكتشفوا المفاجأة اللي هتصدمنا كلنا وتخلينا نقول معقول هو في كده؟ القصة حصلت في قرية بسيطة تابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية. زوجة مرزوق كلمت حماها في التليفون وقالت له الحقني أنا زوجي قطع النفس وشكله مات. على طول الأب جري على البيت هو وابنه إسلام وكلموا دكتور، وفعلا الدكتور جه وكشف على ابنهم وقال لهم البقاء لله، ابنكم مات بسكتة قلبية. الأب والابن كانوا مستغربين جدا لموت ابنهم المفاجئ ده، وبالذات إسلام أخو مرزوق. قال إن أخوه ما كانش عنده ضغط ولا سكر ولا كان بيشتكي من اي حاجة، فمات ازاي؟ وفضل الموضوع في دماغه وشاكك فيه. لكن في القرى بيكون اكرام الميت دفنه، وفعلا غسلوه علشان يصلوا عليه ويدفنوه. ابوه هو بيغسله لاحظ ان في خرابيش موجودة على رقبته، بس ما جاش في دماغه اي حاجة غير ان ابنه ميت موتة طبيعية، وقال البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له، ودفنوه وصلوا عليه. لكن اسلام ما نسيش الموضوع، واللي زود الشك عنده اكتر انه لاحظ ان مرات اخوه مش باين عليها اي علامة من علامات الحزن، وكمان بدأت تحط مكياج من تاني يوم. زوجها لسه مدفون امبارح وهي بتحط مكياج وبتتزين. والاغرب من كده انها بدأت تتكلم مع اهل زوجها وتطلب منهم اعلان الوراثة عشان تاخد حقها من الشقة ومن املاكه. وفي اليوم الثالث اسلام شافها وهي بتشتري حلويات، ودي كانت حاجة في قمة الغرابة بالنسبة للقرى والعاداتهم وتقاليدهم. كل الحاجات دي خلت اسلام يشك فيها اكتر ويركز معاها، لحد لما يشاء ربنا انه يظهر الحقيقة ويحقق العدل وينصر المظلوم حتى لو مات. في يوم اسلام كان راكب العربية مع واحد معرفة وكان قريبهم بس من بعيد شوية، ومرة واحدة تليفون الشخص ده رن، وإسلام لاحظ إن الصورة اللي ظهرت على التليفون صورة مرات أخوه. ولما كلمه وواجهه وقال له الصورة دي بتعمل عندك إيه؟ هي مرات أخويا بتكلمك ولا إيه؟ الشخص ده وقف العربية بسرعة ونزل إسلام منها وبعدين مشي. إسلام على طول طلع على بيت مرات أخوه وواجهها باللي حصل كله باللي هو شافه. هي اتلخبطت وما بقتش عارفة ترد. راح ساحب التليفون من ايدها بسرعة وبدأ يدور فيه ويدور في الواتس، واللي اكتشفه ساعتها كان صدمة حقيقية ومميتة. اكتشف ان مرات اخوه بتكلم الشخص ده وفي ما بينهم اكتر من 1500 رسالة صوتية وصور، وكمان كان في لقاءات زوجية ما بينهم هما الاتنين. والاغرب من كل ده لما اسلام لقى فويس ما بينهم هما الاتنين كانت بتقول فيه انا حطيت له السم اللي انت جبتهولي وبرضه ما ماتش، تعالى بسرعه الحقني علشان هو ماسك بطنه. وهنا التاني بعت لها فويس وقال لها انا وصلت تحت البيت افتحيلي. اسلام بعد ما سمع الكلام ده كله خد التليفون وخد التسجيلات وطلع على مركز الشرطه وبدأ يحكي لهم الموضوع كله من الالف للياء. على طول النيابه امرت بفتح قبر مرزوق بعد دفنه ب 43 يوم علشان تقدمه للمشرحة وتعمل تقرير تبين فيه سبب الوفاة. والنتيجة انهم اكتشفوا آثار سم في معدته وكان فيه اختناق ليه قبل الموت، وده كان السبب الأكبر لموت. وهنا النيابة العامة بعد التقرير الطبي والرسائل اللي إسلام كشفها أمرت بالقبض على الزوجة وعشيقها. واللي كشفته النيابة العامة بعد التحقيق معاهم كان في قمة الغرابة. اكتشفت ان الزوجة كانت بتخون زوجها لمدة 7 سنين من غير ما حد يعرف ولا حتى يبان عليه، وكمان كانت بتقابله في ارض زراعية والارض دي كان فيها كاميرات. قبل ما تدخل كانت بتفصل الكاميرات بتاعتها اكن الكهرباء قطعت، وكل ده علشان يعرفوا يقعدوا مع بعض ويعملوا علاقة براحتهم. واوقات كانت بتجيبوا البيت لما زوجها ما يكونش موجود. كانت بتستغل ان زوجها بيخرج لشغله العصر ومش بيرجع غير الساعة 3 أو 4 الفجر. مرزوق كان راجل شقيان وتعبان جدا في حياته، لكن للأسف كان متجوز من واحدة شطانة ماشية ورا نزواتها وما كانش يملى عينها غير التراب. كل اللي حصل ده وكل اللي هي عملته ما كانش مكفيها. بدأت تتكلم مع عاشقها
وتقول له انا عاوز ابقى ليك ولوحدك، ومش عاوزه زوجي ده يقرب لي او يلمسني تاني. وعاشقها كان شيطان زيها، وقال لها الحل ان احنا نخلص منه، انا هجيب لك سم وتحطه له في العصير. وفعلا جاب لها السم وهي حطته لزوجها بعد الاكل في العصير، لكن السم كان ضعيف ومرزوق ما ماتش. فكلمت عاشقها وقالت له تعالى الحقني علشان مرزوق لو فاق هتبقى مصيبه وهيفضحنا كلنا. عاشقها على طول راح لها البيت وهي فتحت له ودخلته. على طول راح على مرزوق وجاب مخده وحطها على وشه وبدأ يخنق فيه. مرزوق طبعا كان بيقاوم، وعلشان كده اتخربش من رقبته وبعدها مات. والاتنين من بجاحتهم يحتفلوا مع بعض باللي هم عملوه. واحدة زوجها مقتول قدامها وهي بترقص وبتحتفل مع عاشقها اللي قتله. انا مش فاهم دول من البشر ازاي. العبرة في القصة دي ان الحرام اخرته وحشة. هي كانت تقدر تتطلق من جوزها بدل ما تقتله، وبنسبة 90% عاشقها ما كانش هيتجوزها لانه خد اللي هو عاوزه منها وببلاش. ايه اللي هيخليه يدفع فيها؟ وبالنسبة لمرزوق ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويصبر اهله. وبالنسبة للزوجة وعاشقها ربنا ينتقم منهم ويحاسبهم في الدنيا وفي الآخرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم، وبشكركم جدا لو انتوا لسه مكملين معايا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.